حموضة الدم الكيتونية أو الDKA هي حالة طارئة وخطيرة ممكن تحصل لك لو أنت مريض سكري من النوع الأول في أوقات المرض أو الالتهابات، أو لو ما أخدتش جرعة الأنسولين، أو ما أكلتش وجباتك، أو حصل لك قيء شديد. ولو عايز تعرف أكتر عن الحالة دي وطرق الوقاية منها كمل معايا لنهاية الفيديو. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. حموضة الدم الكيتونية بتحصل لما كمية الأنسولين تقل في الدم، فالخلايا ما يوصلهاش الطاقة اللي محتاجاها، فالكبد بيكسر الدهون عشان يحصل على طاقة، بينتج عن تكسير الدهون الكيتونات، ودي مادة حمضية ضارة بتظهر في الدم والبول، وأعراضها عطش شديد وجفاف في الجلد وزيادة عدد مرات التبول وارتفاع في سكر الدم أكتر من 250 ملي جرام برديسيليتر، وارتفاع في الكيتونات في الدم والبول. ولو ما تعاملناش مع الحالة دي بطريقة صحيحة هتتطور الأعراض لإحساس بالتعب وصعوبة في التركيز وآلام في المعدة وصعوبة في التنفس ورائحة أسيتون في النفس وبعدها إغماء. لو حسيت بالأعراض دي يبقى لازم ترتاح وما تبذلش مجهود عشان تقلل سكر الدم، وتشرب مية أو مشروبات عشبية بدون سكر، وتاخد جرعة الأنسولين التصحيحية من الأنسولين سريع المفعول اللي بنسميه البولس. هتاخد وحدتين إذا كان سكر الدم بين 200 و 300، وهتاخد 4 وحدات إذا كان سكر الدم بين 300 و 400، وهتاخد 6 وحدات إذا كان أكتر من 400 ملي جرام برديسيليتر. وهنقيس سكر الدم والكيتون باستمرار عشان نتأكد هل في تحسن في الحالة أو لا. هتقيس كل 6 ساعات إذا كان المرض خفيف، وكل ساعتين إذا كان المرض شديد. ولو لقيت سكر الدم أكتر من 250 ملي جرام برديسيليتر يبقى هتزود جرعات الأنسولين سريع المفعول حسب نسبة الكيتون. لكن المفروض تروح المستشفى. هتروح إمتى؟ لو درجة حرارتك عالية أكتر من 38.5، أو لو عندك قيء أو إسهال مستمر أكتر من 6 ساعات، ولو حسيت بدوخة أو صعوبة بالتنفس أو ألم مستمر في البطن، وكمان لو سكر الدم أكتر من 250 وبتاخد الجرعات التصحيحية وبرضه سكر الدم ما بينزلش. وأهم نصيحة في حالة حموضة الدم الكيتونية إنك ما توقفش الأنسولين طويل المفعول اللي بنسميه البيزل حتى لو مش قادر تاكل، لكن حاول تاكل وجبات خفيفة ما تقلش عن 50 جرام كربوهيدرات كل 3 ساعات. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.